أب إن مراته وبنته اتعمل معاهم الجلاشة قبل ما يموتوا، وهو كان بيلوم نفسه وبيقول إن شخصيته الضعيفة هي السبب. فسوزان بتفتكر أمها زمان لما ما كانتش موافقة على جوازها من إدوارد، وده علشان شخصيته كانت ضعيفة برضه زي شخصية الأب اللي كاتب عنها في الرواية. بس سوزان كانت بتحبه وشايفاه شخص طيب وكان بيدعمها، وبترجع تاني تكمل الحكاية. والظابط بيبعت للأب صورة لشاب كان شاكك فيه وعايزه يتعرف عليه إذا كان مع الشباب اللي قتلوا مراته وبنته ولا لأ. بس الأب كان متوتر جدا وخايف، ولما اتصل الظابط وسأله هو ولا لأ قاله إن واحد منهم فعلا. وبيعدي عليه أيام وكانت حالته صعبة جدا، وكل شوية كان بيتخيل مراته وبنته. وبعد فترة الظابط بيقبض على مجموعة من الشباب وبيعرضهم على الأب، وبيكون منهم الشاب ده وهو بيقدر يطلعه من وسطهم. بس سوزان بتقفل الرواية وبتضطر تروح على شغلها، وكانت تايهة ومتوترة جدا طول الوقت، وكان باين عليها الإرهاق جدا. وبتقف قدام لوحة في المعرض بتاعها اسمها الانتقام، وكانت مستغربة من وجودها هنا.